لو فاكر انك شفت أعنف في افلام الانتقام، استنى لما تشوف البطلة وهي بتدمر حياة اللي اعتدوا عليها وقتلوا كمان امها. فنصلي على النبي الاول ويلا بينا نشوف عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها جيني وهي بتستمتع بوقتها على قارب في البحيرة، لكن فجأة بتظهر مجموعة شباب عندها وبيطاردوها لحد ما بيمسكوها في الغابة، ومن غير مقدمات بيبدأوا في اغتصابها كلهم بطريقة وحشية جدا. لكن بعدها بنكتشف ان جيني دي تبقى اصلا روائية، والمفاجأة ان هي بتنشر الاعتداء اللي حصل عليها في كل المجلات والاخبار، وطبعا الخبر بيعمل ضجة مرعبة جدا في العالم كله. وفي الوقت ده بتكون بنتها ريستي رايحة تقابلها في المطعم عشان يفطروا سوا، وبتتكلم ريستي مع امها وهي متضايقة جدا لانها بدأت تكره شغلها كعارضة ازياء، وبتعرفها ان السبب الرئيسي انها دايما بتكون مضطرة تلبس هدوم قصيرة شويتين. فبتضحك جيني وبتفهمها انها عارضة ازياء مشهورة جدا وكل البنات يتمنوا يبقوا مكانها، ده غير ان هي بتاخد فلوس كتيرة جدا تعوضها عن اي مشكلة في شغلها. لكن ريستي بتقول لها ان هي تعبت جدا من التصوير والسفر كل يوم لمكان مختلف، وبتعرفها ان حياتها مملة جدا لانها عبارة عن سلعة مغرية مقابل الفلوس. وبتقول ريستي ان نفسها تقابل شريك حياتها وتخلف منه عيال وتعيش معاه حياة سعيدة. فبتتأثر جيني وبتقول لها ان هي برضه بتعاني من الموضوع ده بعد وفاة ابوها. وبعد ما بيخلصوا الفطار بتاعهم بيخرجوا من المطعم عشان يروحوا شغلهم، لكننا بنلاحظ ان في 2 مجهولين بيراقبوهم وهم ماشيين. بس بعدها بينزل واحد منهم اسمه كيفن وبيتكلم مع جيني وبيعرفها انه معجب جدا بالروايات بتاعتها وبيطلب منها توقيع صغير على كتابها. فبتفرح جيني وبتوقع له فعلا على الكتاب باسمه، وساعتها كيفن بيعرفها بنفسه وعلى صاحبه اللي اسمه شينر. لكن فجأة بنلاقي شينر بيخنق جيني من رقبتها وبيحاول يخطفها، ولما بتصرخ ريستي بيضربها كيفن وبيخطفوهم هما الاتنين في العربية وبيمشوا. وبعد شوية بيوصلوا بيها عند بنزينة وبيقابلوا هناك واحدة اسمها ليني، لكن ليني بتتعصب جدا على كيفن لانها طلبت منه يخطف جيني بس. وبعد ما هزيته بتركب معاهم العربية وبتعتذر لريستي على الاكشن اللي حصل معاها، وبتعرفها انها معجبة بيها جدا ودايما بتتفرج على العرض المثير اللي هي بتقدمه. وبعدها بتتكلم مع جيني وبتقول لها ان شهرتها دي كانت على حساب جوني جوزها، وبنكتشف ان اللي اعتدوا على جيني في اول الفيلم كان جوني من ضمنهم. وساعتها بتطلع سكينة وبتعرفها ان هي هتعمل فيها اكتر من اللي عملته في جوزها، وبتأكد لها ان المرة دي مش هتلاقي حد يساعدها او حتى يدافع عنها. وبتنهار ليني وبتضربها بالقلم لانها دمرت حياتها هي وعيلتها. لكن ريستي بتزعق فيها وبتقول لها ان امها بريئة والمحكمة حكمت بكده. بس ليني ما بتعتمدش الكلام ده وبتفضل تقطع في الكتاب بتاع جيني، وبتقول لريستي ان امها قهرت قلبها على جوزها ولازم تنتقم منها. وفي الوقت ده كان شينر وصل بيهم جوه غابة مهجورة، وفعلا بينزلوا جيني من العربية عشان يعملوا معاها الجلاشة. وليني وقتها بتطلب من شينر انه يرجع ريستي للمدينة لانها ملهاش اي ذنب في اللي حصل. وبنعرف انهم مجهزين كل المعدات اللي هيعذبوها بيها قبل ما يقتلوها. وبيظهر وقتها واحد اسمه هيرمان وبيوريها صورة ابنه ماسيو اللي هي برضه قتلته، وبعدها بيطلع مسدسه وبيحطه على دماغها عشان يأكد لها انهم هيخلصوا عليها. وبيروح يعلم على حتة في الارض وبيديها كوريك عشان تحفر قبرها بنفسها. وساعتها جيني بتترجاهم يرحموها وبتوعدهم ان هي مش هتعرف حد باللي حصل، لكن طبعا بيرفضوا كلهم وبيعرفوها انهم هينفذوا عليها العدالة بنفسهم. فبتضطر جيني انها تنفذ كلامهم وبتبدأ تحفر وهي بتفكر في طريقة تهرب بيها. لكن فجأة بتنزل فيهم ضرب بالكوريك وبتقدر تسرق المسدس منهم وبتهددهم بيه. ولما بتسألهم عن مكان ريستي بنتها محدش بيديها عقد نافع. فبتقرر جيني انها تسيبهم وتمشي عشان تروح تدور على بنتها في الغابة. بس ليني وقتها بتعلن الحرب عليها هي وبنتها، وعشان كده بتروح تجهز كمية كبيرة جدا من الأسلحة التقيلة. وفي الوقت ده كانت ريستي مع شينر في العربية ورجع بيها للمدينة، لكنها بتقدر تشيل اللزق اللي على وشها وبتعرفه ان امها مش هترحمهم، وبتطلب منه يقف بسرعة على جنب لانها عاوزة تعمل زي الناس. فبيتعصب شينر وبيضطر انه يقف بيها عشان ما تبهدلوش العربية، وبيروح يفك الحبل اللي هي مربوطة بيه وبيطلب منها ما تتأخرش. لكن ريستي الذكية بتعمل حركة صايعة كده كأنها عاوزة تعمل معاه علاقة، بس المفاجأة ان هي بتغفله وبتديله بالخشب على دماغه وبتريحه مكانه. وبعدها بتجري تسرق العربية بتاعته وبتسيبه مرمي وبتهرب من المكان. وساعتها بقى شينر بيفضل يعيط لان ليني هتعمل معاه الجلاشة. وبنشوف جيني في الوقت ده وهي بتدور على بنتها ريستي في الغابة، لكن
لكن فجأة بتلاقي ست عجوزة راكبة عجلة وبتقرب منها وبتقول لها الست دي ان هي تنفخها هي وبنتها الرقاصة وبتضحك عليها بكل سخرية وبتمشي. فبتخاف جيني من الكلام ده وبتطلع تجري ناحية الطريق السريع وبتلاقي هناك عربية فيها 2 عواجيز جايين عليها، فبتشاور لهم جيني عشان توقفهم وبتطلب منهم يتصلوا بالشرطة حالا. لكن الست بتعرفها انهم في حتة مقطوعة ومفيش اساسا شبكة هنا. ولما بتلاقي جيني وشها اصفر بتسألها عن اللي حصل معاها، فبتقول لها ان في عصابة خطفتها هي وبنتها وجابوهم هنا عشان يقتلوهم، لكنها قدرت تهرب منهم ودلوقتي هي بتدور على بنتها. فبتتأثر الست العجوزة اللي اسمها ميلي وبترفع ازازة الويسكي على بق واحد، بس جيني وقتها بتتعصب عليها وبتطلب منها تساعدها هي وجوزها انها تلاقي بنتها. فبيقرروا انهم ياخدوها معاهم في العربية عشان يوصلوها لأقرب مركز شرطة. لكن ميلي كانت عاملة دماغ طرش وبتعرف جيني على جوزها هنري وبتبدأ تحكي لها معاناتها معاه لانه عجز واسنانه وقعت وكمان ما بيسمعش. وبنلاحظ ان جيني ماسكة نفسها بالعافية لانها مضطرة تفضل معاهم، لكنهم بيقفوا بيها في نص الطريق لانهم افتكروا ان مفيش مركز شرطة هنا وعشان كده بينزلوها قدام المقابر وبيسيبوها وبيمشوا. بس جيني وقتها بتتصدم جدا لما بتلاقي الأربعة اللي اعتدوا عليها مدفونين هنا. لكن فجأة بتسمع صوت عربية فبتروح بسرعة تستخبى في قبر فاضي وبنكتشف ان ليني راكبة بيتجي باجي وبتدور عليها في المقابر. واول ما بتمشي بتطلع جيني من القبر وبتجري بكل سرعتها لحد ما بتوصل للكنيسة وبتفضل تخبط على الباب عشان يفتحوا لها وتقدر تستخبى منها. لكن وقتها ليني بتشوفها وبتجري عليها وبتخنقها من رقبتها، فبتترجاها جيني انها ترحمها عشان خاطر بنتها ريستي. بس ليني وقتها بتتجنن خالص وبتفضل تقطع في دماغها زي البطاطس وبعدها بترفعها لفوق وهي بتضحك لانها اخيرا انتقمت لجوني جوزها. وفي الوقت ده كانت ريستي معديه بالصدفه وبتتفاجئ باللي حصل لامها، واثناء ما هي منهاره بتروح تخبط على باب الكنيسه عشان يساعدوها لكن محدش بيسمعها. ولما بترجع عند جثه امها بتلاقي ليني اخدتها في العربيه وهربت بيها، فبتنهار ريستي من العياط وبتطلع تجري ناحيه الغابه. بس للاسف بتلاقي العصابه مستنياه هناك وبيكتفوها عشان ما تصرخش. وساعتها هيرمان بيفتكر اللي حصل في ابنه وبيفضل يقطع في هدومها كلها وبيخلي كمان كيفن يعتدي عليها بطريقه بشعه جدا وهي بتصرخ وبتترجاه انه يرحمها، لكنه بيفقد اعصابه وبيضربها لحد ما بيغمى عليها. بس وقتها بيحس هيرمان بالندم وبيحاول انه يساعدها ويهربها من المكان. لكن وهي ماشيه بتلاقي ليني في وشها ماسكه الشوت جان وبتهددها بيه وبتقول لها ان هي لازم تتعاقب زي امها وبتضربها. وفي الوقت ده بيوصل شينر عندهم وهو مصدوم جدا انهم لقوها، وطبعا ليني بتمسح بكرامته الارض لانها غفلته وقدرت تهرب منه. وبعدها بتخليهم يكتفوها وبتبدا هي كمان تعتدي عليها بكل وحشيه. بس فجاه بيتجنن هيرمان وبينزل فيهم ضرب كلهم، وبعدها بيقوم ريستي وبيطلب منها تهرب بسرعه من هنا. فبتتعصب ليني عليه وبتقول له انه اتجنن خلاص وانها لازم تربيه من الاول. وفعلا بتخلي كيفن وشينر يعملوا معاه الجلاشه، بس هو بيعرفهم انه شخص طيب مش ملعون زيهم. فبتمسكه ليني تديله واحده في الحته اياها عشان يفوق من اللي هو فيه، وبعدها بيفضلوا يدوروا عليها في الغابه لحد ما الدنيا بتليل عليهم. وبنعرف ان ريستي موجوده معاهم في الغابه لكنها مستخبيه منهم. وفي الوقت ده ليني بتقرر انها تروح للمقابر عشان تدفن جيني، بس قبلها بتقف عند قبر جوزها جيني وبتلومه على خيانته ليها وبتعرفه ان هي ما عملتش زيه وفضلت شغاله بالحلال عشان تعرف تعيش. وبعدها بتدفن جثه جيني جنبه وهي بتقول له ان حقه رجع اخيرا. وفي اليوم التاني بنشوف ريستي اول ما بتصحى من النوم وبتقرر انها تتحرك من الحته اللي هي فيها وتدور على حد يساعدها، وبتفضل ماشيه في الغابه لحد ما بتلاقي بركه ميه قدامها فبتنظف نفسها بيها. ولما بتخلص بتلاحظ ان في بيت قريب من مكانها فبتقرب منه بكل حذر وبتسرق هدوم من على الحبل عشان تستر بيها نفسها. وبعدها بتفضل ماشيه لحد ما بتوصل عند البيت اللي ساكن فيه هيرمان، واول ما بتلاقيه مشغول بالنظافه بتدخل البيت من غير ما يشوفها، ومن الجوع اللي هي فيه بتاكل وتشرب اي حاجه قدامها. لكن فجاه بتلاقي هيرمان داخل البيت واول ما بيشوفها بيحاول يضرب عليها النار، بس وقتها بيكتشف ان ريستي اخدت الرصاص كله فبيتعصب جدا وبيروح يجيب سلاح تاني من المخزن. لكن لما بيرجع البيت مره تانيه مش بيلاقيها، واثناء ما هو بيدور عليها بتغفله ريستي وبتطعنه بالمنجل في ظهره وبتفضل واقفه تتفرج عليه وهو بيطلع في الروح قدامها. وفي الوقت ده شينر بيروح يدي ورد لزعيمته ليني وبيعتذر لها على هروب ريستي منه، وساعتها بتفرح ليني جدا وبتديله قلمين كده محبه. لكن بعدها بتزعق فيه هو وكيفن عشان يروحوا يدوروا على ريستي بالعربيه، وفعلا بيتحركوا هما الاتنين
وبيقضوا نص اليوم في البحث عنها، لكن وهم في الطريق بيلاقوا عربية هيرمان مركونة جنبهم، فبيقرر وقتها كيفن انه ينزل يصالحه لانه اتغاب عليه وضربه، ولما مش بيلاقيه في العربية بيفضل ينادي عليه وبيدخل جوه الغابة، والمفاجأة انه بيلاقي ريستي في وشه وبتعرفه انها قتلت هيرمان، فبيتصدم كيفن وبيمسك ازازة مكسورة وبيهددها بيها، لكنه بيلاقيها مطلعة مسدس وبتقول له يا مرحب بالمشاكل، وساعتها بيخاف كيفن جدا وبينادي على شينر عشان يجي ينقذه، بس شينر اساسا كان مشغل اغنية بصوت عالي ومش سامع اي حاجة، وريستي وقتها بتأمره انه يخلع هدومه كلها والا هتقتله، فبينفذ كيفن كلامها وهو بيعيط وبيقول لها انه ملوش اي ذنب في اللي حصل، وبيفهمها ان ليني والباقيين هم اللي خلوه يعتدي عليها غصب عنه، فبتتأثر ريستي وبتحس انه فعلا بريء وبتديله وردة عشان يهدى، وساعتها بيفرح كيفن جدا وبيقول لها انه بيحب الورد وعارف كل انواعه، فبتقول له ريستي انه شخص طيب مش زيهم وعشان كده هي مش هتقتله، لكنها بتطلب منه يرجعها للمدينة تاني ويعيش معاها لانها بقت وحيدة، فبيوافق كيفن طبعا وبيعرفها انه محوش فلوس على جنب عشان خاطر اللحظة دي، وساعتها بتعترف له ريستي انها قتلت هيرمان لانه قطع هدومها واعتدى عليها، والمفاجأة ان هي بتطلب منه يعمل معاها علاقة دلوقتي حالا، وطبعا كيفن ما بيصدق وبيقول لها احنا خدامين الجزم، بس في الوقت ده بتمسك ريستي الازازة المكسورة وبتدمر بيها مستقبله، وساعتها كيفن بيتصدم جدا وبيفضل يصرخ قدامها من الألم، وشينر كان سامع الصوت بتاعه وبيجري عليه عشان يعرف ايه اللي حصل له، وبيتفاجئ بريستي مستنياه وبتضربه بالنار في الحتة اياها وبتدمر له مستقبله وهو كمان، وبيترجاها ترحمه لانه لسه في عز شبابه وما دخلش دنيا، لكن ريستي ما بتعتمدش الكلام ده وبتبدأ تقلع هدومه، والمفاجأة انها بتحط المسدس في الحتة اياها وبتديله طلقة بتطلع من دماغه، ولما بتروح تبص على كيفن وبتلاقيه مات هو كمان بتسيبهم وبتمشي، وفي الوقت ده كانت ليني بتحاول تتصل بهيرمان لكنها مش بتلاقي رد منه، فبتقرر انها تروح له البيت عشان تعرف ايه اللي حصل له، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقيه مقتول قدام بيته، وطبعا بتتعصب جدا وبتروح تدور على كيفن وشينر في الغابة، واول ما بتوصل لمكانهم بتلاقيهم مرميين على الارض ومقتولين هم كمان، فبتخاف جدا على نفسها وبتمسك الشوت جان وبتأمن المكان، لكن فجأة بتلاقي ريستي في ظهرها ماسكة مسدس وبتأمرها ترمي سلاحها، ولما بترفض بتضرب طلقة في الارض عشان ترعبها وبتسألها هي عملت ايه في امها، لكن ليني وقتها بتقدر تغفلها وبتاخد المسدس منها وكمان بتضربها وبتعرفها ان امها اتدفنت خلاص ولازم هي كمان تموت وتتدفن زيها، لكن فجأة بتظهر ميلي وجوزها هنري وبيضربوها على دماغها، فبتتصدم ليني وبتحاول تقنعهم ان ريستي هي الشريرة اللي حاولت تقتلها، لكن ميلي ما بتعتمدش الكلام ده وبتنزل فيها ضرب هي وجوزها هنري، وساعتها بتحاول ليني انها توصل للمسدس عشان تدافع عن نفسها، بس هما الاتنين بيكسروا دماغها من كتر الضرب وبيدشملوها خالص، وبنشوف وقتها ريستي وهي بتشرب من ازازة البيرة بتاعت ميلي، لكن بعدها بتكسرها على دماغ ليني وبتنهي بيها حياتها، وبتعرف من ميلي ان امها مدفونة جنب قبر جوني جوز ليني، فبتقرر انها تروح معاهم على هناك عشان يوروها قبر امها، واول ما بتوصل هناك بتسألهم ريستي على مكان قبر جوني، والمفاجأة ان جوني اساسا يبقى ابوها الحقيقي، وبتتكلم وقتها ريستي مع امها وبتعرفها انها قدرت تاخد بطارها، لكنها بتبقى زعلانة منها لانها معرفتهاش هوية ابوها الحقيقية، ودايما كانت بتقول لها ان هي بنتها وملهاش حد تاني في الدنيا، لكن دلوقتي فهمت انها عملت كده عشان ما تعرفهاش انها جاية من الحرام، وساعتها هنري بيشيل الغطا بتاع القبر لان العصابة كانوا كاتبين عليه شتيمة، بس فجأة بتزقها الست العجوزة اللي قابلت امها من شوية جوه القبر، وبيفضلوا يضحكوا كلهم وهم بيرموا عليها التراب عشان يدفنوها حية، وميلي بكل غل بتديها واحدة بالكوريك على دماغها، وبالنسبة لهنري فبيفهمها انها لازم تموت لانها اساسا جاية من الحرام، فبتحاول ريستي انها تطلع من القبر باي طريقة، لكنها بتاخد كوريك تاني على دماغها بيفقدها الوعي تماما، وبعد ما دفنوها بنكتشف ان جوني اساسا يبقى ابن ميلي وهنري، ودلوقتي هم انتقموا منها وقدروا يرجعوا حق ابنهم، لكن فجأة بتظهر ريستي عندهم وبتمسك الكوريك وبتدور فيهم الضرب كلهم، وبكل وحشية بتخلص على ميلي والست التانية قدام هنري، وبعدها على طول بتهدده بالشوت جان عشان ياخد جثة امها يحطها في العربية، ولما بينفذ هنري كلامها بتقرر انها ما تقتلوش، بس المفاجأة ان هنري بيطلع مسدس وبيقتل بيه نفسه لانه مش هيقدر يعيش من غير مراته، وساعتها بتركب ريستي العربية اللي فيها جثة امها وبتروح للكنيسة، وهناك بتدعي ان ربنا يسامحها على اللي هي عملته، ولما بتخلص بتاخد الصليب اللي متعلق وبتمشي، وفي الوقت ده بنشوف شاب ومعاه بنت بيوصلوا عند البنزينة بتاعت ليني، وبيفضلوا
ويفضلوا ينادوا عليها لان هي في الاساس تبقى امهم. وساعتها كانت ريستي معديه من جنب البنزينه وبتشوفهم وهم كمان بيشوفوها. ومن غير ما احرق لك الجزء اللي جاي فهو اكيد هيبقى دمار شامل. ولحد هنا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصه الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.